نسرينة ممثلة وبتعمل إعلانات. كانت في يوم من الأيام رايحة مع أختها بتعمل إعلان مع المخرج محمد سامي بتاع الإعلانات في سنة التسعينات. ده كان هو البريمو في الإعلانات، وكانت أختها أكبر منها، فشافها هو قال لك بس دي تنفع في الإعلانات، تيجي تعمل إعلانات يا بنت. قالت له ماشي. راح عامل لها مكياج في ساعتها ودخلها في قدام الكاميرا ولمعت قدام الكاميرا وعملت أول إعلان. وبعديها بقى بدأت الإعلانات عليها ترخ، وكانت هي لسه في زي ما تقول في تانية ثانوي عام ولا حاجة. وطبعا لما الإعلانات راحت كتير عليها وإعلان صاف وإعلان منتجات حاجات كتيرة، ما كانتش ملاحقة الإعلانات، فكانت بتصعد في ثانوي عام. مش مهم التعليم، المهم الشهرة والفلوس. وبعدين دخلت في مجال السينما بقى، مثلت وعملت فيديو كليب مع مدى عبد الحليم بعدين وياكي، ومع خالد علي، ومع إيهاب توفيق. وكانت أمورة وشكلها حلو وخفيفة الظل كده، وأمها سورية حلوة، فهي البت طالعة حلوة أوي. وبعدين دخلت السينما، عملت أفلام مع يسرا، وعملت مسلسل فارس بلا جواد مع محمد صبحي. ابتدت يعني اسمها يلمع أوي في السينما. طب انتي ربنا كرمك بالحاجات دي كلها، بقيتي بتاع دعاية واعلانات وممثلة ومطلوبة في كل الدنيا، ايه اللي يوديكي شقة علاء عوض اللي هي مشبوهة انه هو بيدير دعارة؟ اتقبض عليها هناك واحيلت للنيابة. طبعا علاء عوض خد حوالي 5 سنين، وبعدين بقوا 7 سنين سجن، وهي خدت لها 6 7 شهور في القضية دي لحد ما طلعت براءة لأنها كانت في الإعلانات طبعا عاملة إعلانات كتيرة وكده. فمعرفش بقى، الله أعلم بالحقيقة فين. بعد كده خلاص جالها كآبة وبطلت واعتذرت واتجوزت وخلفت ولدين، عمر ومش عارف مين تاني، وقعدت في البيت. طب انت ربنا كرمك وبقيتي حاجة حلوة قوي، ما تحافظيش ليه على اللي انت وصلتي له؟ احنا بنعرض حالتك دي عشان الجيل اللي طالع يتعلم. لما ربنا يديك حاجات كتيرة تحافظ عليها بإيه؟ بالأسلوب الكويس والأخلاق والالتزام. صح ولا أنا غلطان؟ يا ريت تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناة. سلام. محدش يقول لي فضايح، مش فضايح، أنا ما عملتش الفضايح دي، ده كانت معلنة في كل الجرايد والمجلات. سلام.